اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج قطمه. اخر كلام قطمه. قطمه يا باشا. ماشي. بناء على الستوري اللي احنا نزلناها امبارح والناس قالت لنا على الاكل الصيامي، هنبدا بالاكل الصيامي علشان انتوا عارفين طبعا في صيام دلوقتي. بناء على اختيار الجماهير فاحنا هنبتدي النهارده بالمنيو الصيامي او جزء من المنيو الصيامي بتاع بكري خان. تعرف بكري خان؟ اول مره اسمع عنه. انا سمعت عنه بسيط كده اهوت لما لقيت ان هو في حد ممكن يكون بيعمل صيامي. يلا حلو بينا بقى. مش عارف هنعرف. هنبتدي نشوف الحاجات اللي احنا جبناها. جبنا من عنده 4 حاجات، 3 حاجات حادقه وواحده صيامي دونتس، عشان مش ما اعرفش مش ضامن، فانا قلت ايه نجرب بالراحه مانجا. كده. انا اللي اخترت المانجا. ماشي نبتدي يا سيدي باول حاجه. تحب تبدا بايه؟ بص يا سيدي احنا عندنا ايه. بص عشان اقول لك احنا جايبين ايه من عنده. طالبين ايه؟ بص يا سيدي احنا جايبين رب بطاطس موتزاريلا، ماشي. وجايبين بيتزا كرواسون لحمه مفرومه صيامي، وجايبين منقوشه زعتر صيامي، والدونتس اللي هي ايه ستافت مانجو صيامي. حلو قوي. حلو. نبدا بايه؟ تبدا بايه؟ انا شايف نبدا بالمنقوشه، هي طالعه قدامنا نبدا بيها. يلا بينا. هي الابيتايزر، فاحنا بنبدا بالابيتايزر. ماشي. بعد كده نركن الساندوتش، وبعد كده البيتزا. يلا بينا. منقوشه دي يا جماعه ب 30 جنيه. ورق زبده تحتها على الايه؟ لا وايه ال 30 جنيه ديت على الابلكيشن. انا ما اعرفش بقى هما في الحقيقه بقى تبقى ايه ولا اعرف يعني. بالنسبه لل 30 جنيه انا رزعتها رزعه غريبه كده. بال 30 جنيه بتوعنا. لا 30 جنيه اعتقد الحجم كويس. ماشي. طيب نبدا. قطع يا باشا. اهم حاجه اسمة العدل. اسمة العدل ايه؟ انت اصلا بتهرج، انت الزعتر الاكتر هنا. طب مين قال لي انا ما كنتش هديك الحته الكبيره؟ لا انا عارف من ناحيتك. هنهرج ولا ايه؟ ماشي يلا بينا. ناخد قطمه. عجينه حلوه. بس انا ماليش في الزعتر، انا قلت اجاملك يعني. تحبوش؟ هو الزعتر لذيذ بجد عندك لذيذ؟ انت بس انت ما بتحبش اصلا الزعتر. ماليش فيه قوي، ماليش في الاكل الصيامي. تحبوش؟ ما بحبكش انت كمان. واحنا بنحاول نوصل لحاجات ايه. طب ايه رايك فيها؟ انت خوتنا هنا هوت منقوشه مش عارف اسمها ايه، محمره دي ولا محمره؟ محمره. لا منقوشه المحمره حلو. وزعتر وبتاع مش عارف ايه. ايه دنيتك؟ بص هي لذيذه. هي دي منقوشه اصلا؟ ما هي بقى دي الفكره. انا حاسسها عجينه هي عادي. المنقوشه اللي احنا عارفينها بتبقى المنقوشه السوري، والمنقوشه السوري بتبقى عجينه رفيعه ومقفوله على بعض. حلو. بس دي تحسها عارف في البيتزا بتاعت الفرن، اللي هي البيتزا بتاعت الفرن بس حطينا فوقيها زعتر. مش وحشه بس مش عارف، ما حسيتهاش ان هي تبقى ايه، ان هي تبقى بص كده. بس طيب ماشي. تديها كام؟ لا كتيست التيست حلو، بس ما يعني مش اللي هي المنقوشه. انا مش هظلمها، بس انا عايز اقول لي تديها كام من 10؟ اديها 6 من 10. 6 من 10. انا مش هقول. انا مش هقول. لا ازاي؟ ما بحبش الزعتر. ما بحبوش انا. بالنسبه للمنقوشه في العموم لا ممكن اديها 5 عشان ما بحبهاش. وان انا حاسس ان لا دي مش منقوشه، دي بيتزا. يعني بيتزا وعليها زعتر. ايوه. مش عشان عمل لنا كام خط بتاع دولت يبقى كده بقت منقوشة. بس طعم، بس كطعم مش هقول لك على طعم عشان انت برضو مش بتحب الزعتر. لذيذ. ندخل على اللي بعده. اللي بعده تحب تبدا بايه؟ اللي بعده ايه؟ ساندوتش بقى. الساندوتش. خلينا البيتزا اخدنا سنيك بيك، حاسس ان احنا نخليها للاخر. طب خلي كلامك شعبي واتكلم معايا باسلوب احسن من كده. صح. اخدنا بصه. معلش اتكلم معايا. ايوه اتكلم معايا باسلوب احسن من كده. كان فيها حته كده ايه. ماشي يلا بينا على مختلف. اللي بعده. تاني حاجه معانا النهارده راب البطاطس بالموتزاريلا. استنى اشوف لك سعره كام. بص يا سيدي راب البطاطس موتزاريلا ب 150 جنيه. 150 جنيه؟ بطاطس هولندي. بس هو الصراحه محمل. ما هنشوف يعني اللي انا شايفه وزن لا محمل. على عيني وعلى راسي يا باشا. ما كفايه ازعاج بس. طلعوا لنا من البتاع الاختراع ده. طلعوا لنا من الاختراع ده. تحب نقسم الاول وهو بوضعه كده؟ بوضعه كده نشوف. ماشي ولا نفتحه؟ يعني لا افتح. عندنا ملفوف في فويل. الله الناس مش شايفه.
راف. انا حاسس ان انا فلوسي اتضحك عليا. ايه يا باشا 150 فين 150 جنيه؟ أهي. بص مبدئيا بس عشان بس الناس تبقى شايفه، يعني هو جاب لي التورتيلا لا مؤاخذه يعني، وراح وحمص. لفها وراح لفها صح. وراح رماها لي واداهاني في البتاع ده. دي اول حاجه انا شفتها. ايه استنى نقطع ونشوف. قطع. مش عايزين نظلم الراجل. وموتزاريلا. صيامي. سيون قال يعني. يلا بينا. شايف الموتزاريلا من عندك يا باشا؟ لا قول لي. حد شايفها؟ مش عارف مش شايفها. ما هو ده الحبه دول اتفضل يا باشا. هو ده. طب يلا بينا. انا حاسس ان انا مضحوك عليا قوي مش قادر اكله. بس بص تقسيمه البطاطس بطاطس فارم فريتس عادي يعني. بس محطوطه صفوف. انت بتملى. طعمه لذيذ. طعمه لذيذ. الموتزاريلا صيام باينه. 150 جنيه. مستحيل. يعني الزعتر دي ب 30 جنيه وده ب 150. يعني هو الصراحه هو زيه زي سندوتشات البطاطس العاديه خالص. لا السوري الطبيعيه دي. لا حتى مش سوري، هو يعني طعمه زي البطاطس اللي بنشتريها من عربيات فول بقى، من ما فيش شبراوي بقى والحاجات دي. ما فيش ابداع. وحاطط ما فيش ابداع بال 150 جنيه يعني. يعني الصراحه 70 80 ماشي. بس ال تديلنا 150 كتير. ادينا تقييم يلا. ولا ابدا انا المره دي؟ ابدا انت بقى، انت خدعتني. انا هبدا المره دي. يعني كساندوتش بطاطس في العموم يعني ياخد له 7، بس ب 150 جنيه لا ينزل 5. لان كمان برضو فكره ان هو اترمى كده قدامي يعني ومش كبير يعني. حسيت الراجل اللي هو ايه ادي بطاطس وادي موتزاريلا. لو كان التورتيلا واخد تحميصه ممكن كان جاي تفرق لنا طعم معمول كده اكنه فاهم عليه احس ان في تعب يعني حد عمل مجهود كده عشان يديني اكل ب 150 جنيه. لا يعني في حاجات في طريق احسن من كده. كسعر احسن من كده كتير. لا انا السعر الصراحه نزله معايا الاربعه. ماشي يبقى انا 5 وانت 4. اللي بعده تالت حاجه معانا هي البيتزا. استنى عشان انا اجيب لك اسمها بالظبط عشان انا مش عايز اخم الناس. ماشي. بص يا سيدي. بيتزا كرواسون لحم مفروم صيامي. ماشي دي بكام؟ 300 جنيه. 300 جنيه ما صيامي. بص كلمه صيامي لوحدها بتزود. انا حاسس انا بتروح. بجيب البيتزايه عليها اكسترا واكسترا واكسترا من اي حته ما بيبقاش بالرقم ده. فاحنا سيبنا من الاسعار دلوقتي. احنا ماشي. واضح ان احنا هنحاول ما ندخلش معانا الاسعار بجد. فما هعمل ايه طيب؟ ما 300 جنيه والتاني ساندوتش ب 150 بس جنيه. الصراحه وقعدت تقولي موزون. ما هو كان شكله تقيل. ماشي. بس راح كان مليه فويل. واضح الفويل كان. ماشي تعال نبص. الله البدايه مشرقه بالتفاؤل. هل الفكره في الشيري توميتو ستايل والكرواسون هو ده عباره عن كرواسون؟ تعالوا نشوف. انا قطعت المره اللي فاتت ابو 150 انت ابو 300 يا باشا. ماشي هات نقطع تقطيعه سلايس بقى بتاعت بيتزا. ماشي. البيتزا بلحمه مفرومه كرواسون. اشمعنى كرواسون صحيح؟ ما هو يمكن دي يعني لو كانت بيتزا عاديه كانت هتزعل. ما هي دي بقى الفكره بقى. هو ده اللي مخليه هي 300 دي الفكرة. عشان يقدر يحط 300 جنيه. هو احنا اصلا اي حد ممكن يعمل بيتزا، ما اصل هي عجينه وبتاع. ما تكترليش طيب. انا حاسس ان الطرف بتاعها هاكله انبسط من جوه مش انبسط. احنا هنشوف. الشكل حلو. انا الشكل بتاع الموتزاريلا مش حلو. الشكل ما هو انا بقول لك يمكن يطلع الموتزاريلا اللي مش صيامي دي ما بتسحش. هو انت عارف انا مشبهاني بايه؟ طب انا هاخد اول قطمه. انا حاسسها فطيره. عارف فطير مشلتت؟ فطير كروسو. فطير مشلتت. طب يلا حلو. صح؟ انا اسف. حقك عليا. بس تحس اللي هو استنى ندوق اللي ورا. قول لي كمان. هو كروسون بس عاجبني ستايل ان هو يعني هي اكنه كروسون محشي بس حطوه من بره وعملوا بيتزا. انا هجيب منه كروسون يعني انا هنبسط. بس ده كروسون صيامي. خلي بالك من حاجه. اتفضل. برضه ما نبقاش بنظلم. المكان
مكان بيكري، فهو شكل محدد للبيكري، عشان كده الكرواسون طالع حلو. صح؟ انا هاكل الحته بتاعتي. انا تمام عشان اعرف اخش على الحلو. ماشي، تجيبها تاني ولا لا؟ انا اجيبها تاني. اجيبها انا بصراحة. عجبتني. يعني في الصيام الواحد برضو بيبقى عايز يغير. كتغيير هي حلوه قوي، كطعم حلوه. كرواسون هيبقى حلو، او يعني كرواسون حلو فهي هتبقى حلوه لفكره الكرواسون. جبنه خدعتني صراحه. لا طعمها حلو. طعمها حلو، وما شابه اللحمه ديت برضو حاجه لطيفه، حلو مش وحش. هو ده ايه؟ فول ما صويا؟ هو ما هيبقى ايه يعني، ما اكيد فول صويا. فكك منه، هو ما احنا واحنا بس صايمين. خلي بالك ما حسيتش لما دقت ده مم. ان احنا اللي بناكله عادي مش صيامي هو طعمه شبه ده، ما هم بيبقوا قريبين من بعض. فاحنا بناكل فول صويا بقى في العادي ممكن. شكلنا كده. يا رب تقف بس على الفول الصويا. يلا ادي تقييم. هدي تقييم. ماشي، هدي تقييم 7.5. انا هديها 8. كنت شاكر أنا بس انبسطت. قلت 8 دي، بحس 8 دي الحاجات العالية. لا انا انبسطت. انا انبسطت، بس يعني انبسطت، هنقول انبسطت. ماشي، اللي بعده. يلا هنحلي بقى. نحلي. نحلي بس بالامانه احنا جبنا حاجه واحده بس حلوه، عشان بس ما نظلمكمش يعني ونظلم المكان. يلا بينا على اللي بعده. يلا بينا. اخر حاجه معانا يا باشا ديت الحلو منه. يلا بينا. تمام، استنى. بص يا سيدي، هو قال لك ايه بقى؟ مم. دونت ستافت مانجو سيومي. حلو قوي. تمام، مم. ب 65 جنيه كدونتس. ماشي كويس. ماشي الحال. حلو. موافق، مش هزعل. يلا بينا. الله، لا استنى بقى، انا اتنصب عليا يا باشا. ايه المانجا وقعت؟ لا مانجة اللي وقعت، استنى ثانيه واحده. المانجا اهي ومطرطشه في المكان كله اهي اهي. طيب شايفها يا ابني ولا لا؟ ضحك عليك ليه؟ هقول لك اتضحك عليا ليه في ايه دلوقتي. باين عندك يا باشا. طب حلو قوي. بص بقى، ليه بقول ان انا اتنصب عليا؟ بص يا سيدي، اصل انا بكره الموضوع ده. انا ما احبش حد يقول لي حاجه ولما يجي يجيبها لي يجيب لي حاجه تانية. صح. فانا عندي يا باشا، عندك صورة. عندي صوره. فالصوره جايه لي كده. استنى بس هفتحها لك. الصوره جايه لي كده. الصوره جايه لي كده. فانا عليها مانجا من فوق ومخرومه من النص. ايه علاقه ده ما ده السكر. انا دي بالنسبه لي حتى لو هي حلوه نزلت درجه عشان الشكل. يلا بينا نقطع. يلا بينا. النازله حلوه على فكره. طريه. اوبا ماشي. ماشي. يوه. انت السكر بيطرطش في كل حته. مانجا مانجا قوي. استنى بس ده خلي بالك، ده شكل مانجا سيرب. طب دوق كده عشان انا مش مبسوط. حصل ايه عندك؟ هو مانجا سيرب حلو. عامل زي التانج كده. حلو. انا المانجا بالنسبه لي نيله سودا. بس الدوناتس حلو. ما انا عشان كده ببص، انا هدوق الحته دي. موافق. ايه بقى؟ تجيبها تاني؟ لا. تغيرها؟ انا غيرها. اجيبها اللي هي بسكر العاديه جدا من غير، لان هم عندهم واحده بسكر. في واحده بسكر. يا باشا في عندهم واحده بسكر. يبقى لو كده عشان انا المانجا، بص المانجا هو عارف اللي هو وارخص قوي يعني ب 30 جنيه، دي ب 65. بامانه. بس المانجا كمان تحسه اللي هو الكمبوت ده، مش اسمه كمبوت ولا كان اسمه ايه يعني؟ ما انبسطتش منه. هو زي ما انت بتقول هو بيكري. فبيكري يعني حاجته حلوه. البيكري نفسها تبقى حلوه. ما بقى فوق البيكري بيبقى مش الطف حاجه. بس البيتزا عدت. البيتزا عدت وده من غير المانجا هيبقى حلو. طيب تدي لها كام؟ اديلها بس ما تقولش انا اللي هقول، ان انا المفروض المره دي انا اللي اقول. اتفضل معلش. اديلها، هي مش اسوأ من ده، فانا هديلها مثلا 6. ما اصل الدونت نفسها حلوه. انا هديها 4. لا انا 6 عشان انا قلت 6 صح؟ قلت 6. المانجا الصراحه قفلتني. طيب اوفرول كمكان سيومي تطلبه تاني ولا لا؟ بص هطلبه علشان الصيام بيبقى خلاص، يعني قعدت بقى اكلت كتير الحاجات المعتاده، فعايز تغير بحاجه لذيذه هنغير. بس هو كبيكري شكله حلو،
يعني لو جبنا منه فطار مثلا بقى تلاقي كروسون بقى والحاجات دي هتبقى لذيذه. الساندوتش لا انا ما انبسطتش بس يعني البيكري overall لا، البيكري حلو. هجيب منه بيكري بالظبط، انا اجيب منه بيكري بس ما اجيبش منه وهو حاجه بيكري تانية. الراجل حاطط لك اهو. بس نصب عليا ان هو عمل لي منيو صيامي مش بيكري، ما هعملها ازاي طيب؟ انا ما هو اللي قال وانا جايب من عندي. صح، بس عشان ما نظلمش حد. لا يعني انا اوفرول اجيب من عنده تاني، وفي الفطار اجيب منه كتير لان انا متخيل ان في الفطار هيبقى عنده حاجات حلوه قوي. ايوه. لكن الدونتس ما كانتش فظيعه بالنسبه لي، الفيلينج بتاعها مش حلو خالص. البيتزا كانت لطيفه جدا. البطاطس حسيت نفسي ان هو انا اتضحك عليا قوي، اتنصب عليا فيها عادي. البطاطس بجبنه، عارف لو كان البطاطس كانت مثلا ب 60 جنيه ولا ب 70 جنيه كنا نقول ماشي اصلا. عارف انا برضو لو ضحك عليا وحط لي فيها كده شويه خس على شويه طماطم أيوة. يعني اديني اي حاجه ب 150 جنيه يعني. صح. فانا ده ضايقني قوي صراحه. بتاع الزعتر انا ماليش في الزعتر. كويسه 30 جنيه مع الاوردر هتجيبها ابيتايزر. وخلي بالك على حاجه اللي حلاها برضو البيكري. ايوه يعني انا فاكر اللي عجبني فيها، اللي عجبني العجينه نفسها كانت لذيذه. هو بتاع معجنات حلوه، نجربه في الفطار ومعجنات فقط. ممكن معجنات. لو وصلت للحته دي في الحلقه اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس. كان معاكم مينا الدويني ويوسف رفيق. احنا قلنا اخر كلام ايه؟ قطمه في برنامج قطمه اول حلقه. واعذرونا لو لسه الدنيا بنبتدي نقول. ولو عندكم اماكن تانية حابين ان احنا نجربها بس تكون صيامي، لان احنا مركزين من دول على الصيامي، اكتبوا لنا في الكومنتات. ولو جربتوا المكان ده وعنده حاجات صيامي تانية احنا ما جربناش حلوه او شايفين ان احنا ظلمناه يقولوا لنا برضه. لا ما ظلمناهوش افرض عنده ما ظلمناهوش يا جدع. ايتمز تانية ما ظلمناهوش، اسمع مني.